ألاعيب الستات مفيش حد مننا كرجالة ما اتعملتش فيه أو على الأقل شافها بتحصل قدامه في حد هو يعرفه. نزلت أنا حاجات منها قبل كده على اليوتيوب وعلى التيك توك، ومن كتر ما الناس بدأت تسألني على الحاجات دي أنا قلت لازم أعمل حاجة تقريبا مفيش حد عملها قبل كده، إن أنا أعمل فيديو مجمع لكل أنواع ألاعيب الستات اللي انا اعرفها، لان طبعا هم كتير جدا وانا اكيد ما اعرفش كل حاجة. انت لو تعرف حاجة زيادة عن اللي انا هقوله قول في الكومنتات. هم عبارة عن 29 نقطة انا رتبتهم تصاعدي من الاخف للاتقل، وبالتالي اخر 3 هم اتقل 3. كمل الفيديو لحد الاخر علشان تعرف هم ايه. في بعض الحاجات اللي انا هقولها انا اتكلمت عليها قبل كده وليها حلقات موجودة على اليوتيوب او على التيك توك، لكن اغلب الحاجات اللي انا هتكلم عليها انا ما اتكلمتش عليها قبل كده في اي حلقات. عزيزي الرجل، يجب أن تعلم أن المرأة ذلك الكائن الرقيق الصغير المتشح بالماسكارا والليب جلوس، قادر أن هو يبهدلك، يمرمطك، ياخد ممتلكاتك، يلففك حوالين نفسك، يدخلك مستشفى الأمراض العقلية، يدمر لك حياتك أو ينهيها. وطبعا نتيجة لأن أنا عارف إن في محنكين كتير هيدخلوا ويبدأوا يدوروا على حاجة يمسكوها، فشوية سين وجيم كده في الأول عشان نحط النقط على الحروف، عشان مفيش حد من المحنكين دول يدخل يتحنيك في الكومنتات. هل كل الستات بالشكل اللي أنا هتكلم عليه ده؟ طبعا لا. طيب هل الستات اللي بيعملوا الألاعيب دي قليلين؟ طبعا لا. طيب هل في تشابه ما بين الألاعيب دي وصفات الشخصية النرجسية؟ أيوة، لكن مش معنى كده إن كل الستات نرجسيات، وإن كان إحصائيا نسبة الستات النرجسيات أعلى بكتير من الرجالة النرجسيين. طب هل على كده الرجالة ما لهمش ألاعيب؟ لا، ليهم طبعا، بس لا تقارن إطلاقا في العدد ولا النوعية بالألاعيب بتاعت الستات. طيب أنا ليه عامل الفيديو ده؟ أنا عامل الفيديو ده لتوعية الرجالة من الألاعيب اللي بتتلعب عليهم. طيب هل أنا بكره الستات؟ إطلاقا. أنا دايما بقول إن رسالتنا رسالة توعية مش رسالة كراهية. هبدأ أقول لكم على الألاعيب واحدة واحدة من الأخف للأتقل، علشان أنا لو ابتديت بالأتقل الناس هتتصدم مني وغالبا مش هيعرفوا يكملوا الفيديو. خلينا نتكلم كده على حاجة كده في البداية تقريبا كل الناس عارفينها، اللي هي العياط. مش كل ما بنت تعيط معناها ان هي بتعيط فعلا. البنات من سن صغير جدا بيتعلموا ازاي يستخدموا العياط عشان يوصلوا للي هم عايزينه. ليه؟ لان في اغلب الاحوال صاحب القرار في البيت بيكون الاب، والاب مبرمج جينيا انه لما يشوف عياط بنت صغيرة يجري فورا يشوف هي عايزة ايه ويعمله لها، فبتتبرمج من وهي صغيرة على ان العياط بيجيب اللي هي عايزاه. فمش اي واحدة تعيط معناها ان هي بتعيط فعلا وتعمل لها اللي هي عايزاه، ولا تصدق ايا كان اللي بيتقال وقت العياط ده. تاني حاجة، ما تصدقش الكلام، صدق الافعال. يعني ايه؟ لو ان انت بتحب واحدة وهي ترد عليك مرة و20 مرة لا، وبترميك بالايام وبالاسابيع، تشوف رسايلك وما بتردش عليها وبعدين ترجع وتقول لك بحبك. ما تصدقش الكلام، صدق الافعال. زي ما قلت على الفيديو اللي انا كنت نزلته على التيك توك، كدب ودانك وصدق عينيك. واحدة انت كنت ناوي تخطبها واتخطبت لحد تاني، وبعدها بكام يوم راحت مكلمك قايله لك لا والله دول خلوني اتخطبت غصب عني. كدب ودانك وصدق عينيك. في الحالة دي غالبا هي بيبقى قصدها ان هي عايزة تخليك كاستبن، بس لو ان اللي خطبها ده ما كملش تفضل انت موجود، فمش عايزة تخسرك مش اكتر. ببساطة لان البنت بتعتمد على ان الرجالة هم اللي يتقدموا لها مش هي اللي تروح تتقدم لهم، فطالما في اوبشن موجود ما بتحبش ان هي تخسره. وعموما في كل التصرفات مع اي حد دايما صدق الافعال، ما تصدقش الكلام. ثالث حاجة من ألاعيب الستات هي لعبة استخدام النفوذ الجنسي. في دراسة اتعملت اكتشفوا ان اغلب الستات، وانا بتكلم في اغلب اللي هي الغالبية العظمى، اعترفوا بان هم بيستخدموا نفوذهم الجنسي على الرجالة بشكل او باخر. طبعا النفوذ الجنسي مش المقصود بيه ان هي هتقلع ولا تحاول تغريك خالص، ممكن يبقى مجرد ان هي بتنعم صوتها شوية في الكلام معاك، تقف معوجة حبة بشكل مغري، تمشي وهي بتتقصع، اي حاجة. ليه؟
لان للأسف الرجالة كائنات بصرية، بمجرد ما بيشوفوا اي علامة من علامات الاغراء بيبدأ العقل البدائي هو اللي يتحكم فيهم، وبيعملوا للست اللي هي عايزاه. بيكونوا سنبات من الآخر، وده سر معظم حالات السنبنة، ان هو يشوف بنت أمورة بتتدلع شوية فيروح عامل لها ايا كان اللي هي عايزاه. لو واقف في محل يديلها تخفيض اكتر من اي حد، لو سواق ميكروباص يقعدها قدام، لو واقف في طابور يدخلها قدامه، حاجات من النوعية دي. رفاهيات بتاخدها الست بسبب نفوذها الجنسي على الرجالة مش متاحة لينا احنا كرجالة، فمن الاخر استرجل كده وبطل تتسنبن وتعمل الحاجات دي. ولازم تعرف ان استخدام النفوذ الجنسي للمرأة ما بيقفش عند كده، لا، احيانا كتيرة بعد الجواز المرأة بتستخدم نفوذها الجنسي في الضغط عليك وقت ما تكون هي عايزة منك حاجة. تيجي تطلب منك حاجة انت تقول لا، تروح حرماك من الجماع اللي هو حقك، يوم 2 3 اسبوع شهر، الله اعلم انت هتقدر تستحمل لحد امتى. اهم حاجة اياك تنخ، اياك تجيب ورا، اياك تفتكر ان عادي بقى خلاص توافق لها على حاجة علشان هي ضغطت عليك وحرمتك. هتبقى دي الطريقة اللي هتتعامل بيها معاك، عرفت ان دي الحاجة اللي بتمسكك بيها، تمشيك بعدها قدامها زي المعزة. لعبة كمان من ألعاب الستات اللي هي لعبة الرجل الحقيقي. بتسمع كتير قوي كلمة الراجل الحقيقي، تقول لك الراجل الحقيقي هو اللي يسعد مراته، الراجل الحقيقي ما يمدش ايده على ست، الراجل الحقيقي هو كذا كذا كذا. احب اقول لك ان كلمة الراجل الحقيقي دي اصلا اللي اخترعوها هم الستات علشان يدوا او ينفوا صفة الرجولة من اللي هم عايزينه بالشكل اللي يخدم مصالحهم. يعني ايه؟ هي واحدة عايزة تروح الساحل فيبقى الراجل الحقيقي اللي يوديها الساحل، عايزة فستان جديد يبقى الراجل الحقيقي اللي يشتري لها الفستان الجديد اللي هي عايزاه. لكن طبعا هي ما بتقولهاش بالشكل المفضوح ده، بتخبيها جوه معاني اكبر عايمة ينفع ان هي تستخبى فيها الحاجات اللي هي عايزاها. زي مثلا انت بتتجوز واحدة وهي عايزة تعمل الفرح بتاعها في قاعة تمنها 10,000 مليون جنيه، هي مش هتقول لك الراجل الحقيقي اللي يعمل لي الفرح في القاعة دي، هتقول لك ايه؟ مش الراجل الحقيقي اللي دايما بيكون حريص ان مراته تبقى سعيدة في ليلة فرحهم. فانت تقول طبعا لازم خليكي سعيدة في يوم فرحك. فتروح هي قايله لك بقى طب انا اللي هيفرحني في يوم فرحي ان انت تعمل لي الفرح في القاعة الفلانية 20 مليون جنيه. فخلاص انت وقعت بقى في الفخ، ما انت لو قلت لا بقيت مش راجل. الخلاصة في الحكاية دي اعرف ان الراجل الحقيقي مفهوم لا تضع النساء. تسمحش لأي واحدة ان هي تقول ايه الراجل الحقيقي اصلا. اللعبة اللي جاية من ألعاب الستات اللي هي لعبة ازدواج المعايير، ان هي تطلب منك حاجة لكن ترفض ان هي تنفذها. تلاقي الموضوع ده واضح قوي في نقطة اللي بيحب حد. تلاقي مثلا لما وانت خاطب او وانت متجوز تقول لك انا عايزاك تغير كذا كذا فيك، اصل اللي بيحب حد بيتغير علشانه. فانت تشوف انت في حاجات بقى انت شايفها فيها وكاتم في نفسك وساكت، فاحنا طالما هنتكلم في الموضوع ده طب بالمرة بقى انت كمان فيكي حاجات ما كانتش عجباني وعايز اغيرها فيكي. فاوتوماتيك مرة واحدة تروح الآية معكوسة وتقول لك لا، اللي بيحب حد يحبه زي ما هو. مش انت لسه من شوية قايلة اللي بيحب حد بيتغير علشان هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هي مش عايزة تثبت نقطة ان ليك حاجة قصاد حاجة، ان هي لما تطلب حاجة يكون انت عندك الامكانية في المقابل ان انت تطلب مقابل ليها او تطلب حاجة في المقابل. لا، هي تطلب بس وانت تنفذ. فخلي بالك من فكرة اللي بيحب حد وازدواج المعايير عند الست. لا، مفيش حاجة اسمها اللي بيحب حد، والعلاقة دايما بتبقى تبادلية. انت عايزة حاجة مني، انا عايز حاجة منك، وخليكي عارفة ان الدنيا هات وخد. وهتلاقي تابع لازدواج المعايير ان هي طول الوقت عايزة تطلب منك تعمل حاجات في نفسك علشان تثبت تحكمها فيك. عايزة تغير لك لبسك، لا انا عايزاك تلبس على مزاجي، اصلا انا علشان خاطبتك ولا مراتك لازم انا اللي البسك. مش شرط. لو انت حابب ستايل لبسك ما تغيرهوش لمجرد ان هي طلبت،
وما تلبسش على مزاجها لمجرد ان هي عايزة كده. هتلاقي كمان ان هي طول الوقت عمالة هي اللي بتقول نعمل ايه، نروح كذا النهاردة، نشتري كذا النهاردة، نعمل كذا النهاردة. مش سايبالك فرصة ان انت اللي تقود، طول الوقت سابقاك ان هي اللي بتقولك تعملوا ايه. وانت لو ان انت اجابتك على طول ايوه حاضر نعم طيب، بقت هي اللي ماشياك وانت كل اللي بتعمله ان انت ماشي وراها. لا، لازم انت اللي تكون القائد، وانت اللي بتقرر تعمله ايه في اي موقف وفي اي يوم. مش معنى كده ان هي لو اقترحت حاجة تقول لها لا، حتى لو ان اقتراحها مناسب او صحيح، بس انت لازم تكون فاهم ان القيادة في ايدك، وكلمة لا ممكنة، وان انت اللي بتقترح ازاي جدول يومكم يمشي. نبدأ نتقل شوية. لعبة تغيير الحقائق او الجاز لايتنج. الجاز لايتنج اللي هو ايه؟ ان يبقى في حاجة معينة حصلت وانت فاكر ان هي حصلت بشكل معين، وانا اقول لك لا دي ما حصل، انت فاكر غلط، على فكرة انت مش فاكر اللي حصل، لا ده حصل كذا 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 كذا، واحاول اثبت لك على قد ما اقدر ان كل اللي انت فاكره ده غلط او ما حصلش اصلا. بيحصل الحالة دي كتير، ان بيحصل حاجات معينة، وبالمناسبة هم بيحاولوا يزرعوا أدلة تثبت اللي هم بيقولوه اللي هو مش حقيقي، عشان انت تشك في نفسك. انت فاكر مثلا ان انت حطيت مفاتيحك في مكان معين، تروح شايلها وحطها في مكان تاني. انا كنت حاطط مفاتيحي هنا، تقول ايه ده انت نسيت، انا شفتك بعيني حاطط المفاتيح هناك. انا كنت سايب كذا هنا، ايه ده انت نسيت، لا انت كنت سايبه في الحتة الفلانية. ايه الهدف من الموضوع ده؟ ان انت تشك في ذاكرتك وتشك في نفسك، وبالتالي ايا كان اللي هي تقوله لك يبقى هو الحقيقي، هو اللي حصل. في حاجة معينة حصلت بشكل معين، انت خلاص اقتنعت ان انت ذاكرتك ضعيفة، ايا كان اللي هي بتقوله هو الحقيقي، وبالتالي انت بتصدق اي حاجة هي بتقولها لك وانت مغمض. وخلي بالك الموضوع ده عادة بيكون مصحوب بنوع معين من الاحتقار الخفي، اللي هو بمجرد ما انت تثبت ان انت ناسي ولا مش عارف، ولا تعترف ان هي اللي عارفة كل حاجة، كل ما انت تقول حاجة وهي تسكتك او تثبت لك ان انت ذاكرتك غلط واللي انت فاكره ده ملهوش لازمة، لازم تلاقي تعليق كده فيه سن احتقار، اللي هو ما اصل انت دايما بتنسى، اصل انت دماغك مش فيك، هو انت عارف راسك من رجليك. حاجات من النوعية دي بتخليك تقلل من احترامك لنفسك. خلي بالك من اللعبة دي، لعبة ان الناس بيعملوا ايه. هي عايزة حاجة لكن مش عايزة تقولك ان هي اللي عايزاها، فتقولك ده الناس بيعملوا ده الوضع العادي عند الناس كلها، اصل انا بنت خالتي اتعمل لها كذا، اصل انا بنت عمتي اتعمل لها كذا. وكل دي حوارات وكل دي حاجات ما حصلتش اساسا، هي كل الحكاية عايزة تخليك انت تعمل لها حاجة معينة هي عايزاها. بالتالي سيبك بقى من موضوع الناس بيعملوا والمقارنات دي، لو لقيتها ابتدت اقطعها من الاول. من الألاعيب اللي انا عرفتها برضو من الستات، ان انت لما تيجي خارج مع واحدة لأول مرة ما تسيبهاش هي تختار المكان اللي انتوا رايحين فيه، ويستحسن اول مكان تكونوا رايحين فيه يكون كافيه مش مطعم. ان انا اكتشفته ان كتير جدا من البنات بيعملوا ايه، انت عايز ان انت تخطبها او عايز مقابلة في الاول او الكلام ده، تيجي هي خارجة وغالبا هتجيب واحدة او اتنين من صحباتها معاها، وهي اللي هتختار المكان، وغالبا هيكون مطعم من اغلى ما يمكن، اللي هي شخصيا ولا هي ولا عائلتها بالكامل دخلوه قبل كده. تدخل المطعم ده عمالة بتصور نفسها وبتصور الاكل وبتصور الحاجات اللي اتطلبت، وسعادتك بعد لما تكع الفاتورة اللي هي الله أعلم بكام ألف، تقول لك في الآخر معلش سوري أصل ما فيش نصيب. طيب إيه الهدف من الكلام ده؟ علشان الصور اللي هي صورتها في المطعم ده توريها لصاحبتها عشان تعرفها هي مستواها قد إيه أحسن منهم، وتوريها لأي مغفل بعدك عايز يخرج معاها عشان تقول له بص أدي الأماكن اللي أنا متعود أخرج فيها، فأنت لازم تخرجني في أماكن زي كده. احذر من اللقطة دي وما تقعش فيها. لو انت خارج انت اللي تختار المكان، ويكون كافيه او مطعم، وما تغليش على نفسك قوي. لعبة القايمة وما أدراك ما القايمة، المستند القانوني الوحيد في الجواز اللي ممكن يحبسك، يحطك في السجن ويضيع مستقبلك.
قلتها قبل كده 600 مرة، إياك تمضي على قايمة ولا تقبل بأن يبقى فيه قايمة وقت جوازك. ليه الكلام ده بقوله؟ لأن القايمة أصلا اتعملت لإلغاء رجولة الراجل في بيته على الإطلاق. الهبل اللي بيقولوا أصل القايمة دي معمولة علشان نحافظ على حق البنت. طب وانت حقك انت فين كراجل يلي اشتريت كل حاجة؟ مفيش حاجة اسمها الكلام ده. القايمة ما تمضيش عليها. ومن الجدير بالذكر في النقطة دي برضو ان علشان يضغطوا عليك ان انت تجيب قايمة وقت ما انت تكون رافض، يقول لك لا احنا ما يهمناش قايمة. انت فاكر ان احنا عايزين قايمة عشان نضغط عليك؟ لا احنا ما يهمناش قايمة. مش عايز تكتب قايمة؟ جهز الشقة بنفسك يا عم، خلاص احنا مش ما يهمناش القايمة، جهز الشقة بنفسك. وبعد ما انت تجهز الشقة بنفسك يقول لك لا مستوى العفش مش عاجبنا، لا والله مستوى الحاجة اللي انت جايبها لا قليل قوي، احنا عايزين حاجات احسن من كده، بنتنا تستحق احسن من كده، فاحنا بقى هنجيب حاجات وبرضه هتكتب قايمة. شفت بقى اللعبة بتتلعب ازاي؟ ما تسمحش للعبة دي ان هي تتلعب عليك. من الاول قول انا هفرش شقتي بنفسي، انا هجيب حاجتي بالكامل، واللي انا هجيبه توافقوا عليه. عايزين بقى تتمنظروا على قرايبكم وتجيبوا حاجات زيادة، ما عنديش اي مانع، تمنظروا من جيبكم. انا كده كده على اي حال انا ما بكتبش قايمة ولا همضي على قايمة. وفوق كده بقى هزود على النقطة دي حاجة، ان انت لازم تكون عارف وحافظ قانون الأسرة صم. اللي انت ما تعرفهوش حضرتك ان انت على قد ما انت وقت الخطوبة ووقت الجواز بتبقى حيحان وهيمان في اغاني تامر حسني وعبد الحليم حافظ، بتبقى هي من صغرها عرفت قانون الأسرة بالكامل وحفظته صم، وعارفة كويس تعمل فيك ايه وقت الخلاف، وايه انواع القضايا اللي ممكن ترفعها عليك، وايه اللي ممكن يحبسك، وايه اللي ممكن يغرمك، وايه اللي ممكن يفضحك. حاجات كتيرة قوي قوي سعادتك لازم تعرفها. عقد الجواز اللي انت بتمضي عليه ده اسمه عقد انت بتمضي عليه، يعني مستند قانوني. لازم تكون فاهم كويس جدا ايه حيثيات المستند القانوني ده، وايه الواجبات والالتزامات اللي بتنتج عن الامضاء اللي انت بتحطها على المستند القانوني ده. تعرف قانون الأسرة صم وتحفظه صم قبل ما تتجوز، تعرف كويس جدا ايه اللي ممكن يحصل فيك. لعبة بقى ان الست مش ملزمة في اثناء فترة الخطوبة او في بداية فترة الجواز. هتلاقي كلام من اللهبل اللي هم بيحفظوه لبعض، تقول لك الست ما هياش ملزمة ولا تنظف البيت ولا تغسل المواعين ولا تطبخ ولا تعمل اي حاجة، وطبعا مش ملزمة ولا تشتغل ولا تصرف. طب انت لازمتك ايه في الدنيا؟ ايه لازمة وجودك في الحياة اصلا لما انت مش ملزمة تعملي اي حاجة من الحاجات دي على الاطلاق؟ انت ايه لازمتك؟ تاكلي وتشربي وتنامي؟ طب كنت اشتريت لنفسي بقرة احسن على الاقل، بعد ما تاكل وتشرب وتنام كانت هتديني لبن. لا مفيش حاجة اسمها الست مش ملزمة، لا انت عليك التزامات، وحدد معاها الكلام ده من فترة الخطوبة. زي ما انا ملزم ان انا اجيب لك بيت واصرف عليكي، ولو ما صرفتش عليكي من حقك ترفعي عليا قضية وتحطيني في السجن قضية نفقة، زي ما انت كمان لازم يكون عليك التزامات واضحة وصريحة من الاول زي النور، اللي اوله شرط اخره نور. لقيت واحدة بتقول لك لا انا مش ملزمة، وانا لو هعمل حاجة اعملها بمزاجي وما ينفعش اكون ملزمة بحاجة، فكك واخلع من الجوازة دي من الاول. لعبة الإصرار والاستماتة على إن هي تخلف من أول يوم جواز. وخلي بالك إن دي أخطر لعبة فيهم. من بعد أول يوم جواز أنت كشاب تبقى عايز تثبت رجولتك، وأيوة بقى أنا خليتها تحمل من أول يوم، وهي في نفس الوقت بيبقى نفسها إن هي تحمل من أول يوم، بس الأسباب تانية خالص. إن هي بمجرد ما حملت ضمنت إن هي في وقت ما يحصل أي مشكلة ما بينكم انت ما تقدرش تطلقها، لان في الحالة دي هي عندها الامكانية ان هي تاخد شقتك وعفشك ومرتبك لمدة 18 سنة قدام. فخلي بالك، انا دايما بقول اشترط على اي واحدة انت بترتبط بيها ان مفيش خلفة لمدة على الاقل سنة بعد الجواز. طيب هي ليه بتستميت قوي ان هي تخلف في اول الجواز؟
علشان الوش الحنين اللي بتبقى لابساه عادة ما بتقدرش تلبسه كتير قوي بعد الجواز لما تبقوا عايشين في بيت واحد وبتتكشف على حقيقتها، فهي عايزة تربطك وتمسكك من رقبتك في أسرع وقت ممكن. هتلاقي حاجة من نوعية لا أصلا أنا عايزة أحس بأمومتي وأنت بتحرمني من أغلى حاجة في الدنيا، ده أنا عشت حياتي كلها نفسي يبقى عندي أطفال. وتلاقي الزن من أهلها اشتغل شوية ومن أهلك أنت كمان اشتغل شوية، وتلاقي والدتك بتقولك يا ابني عايزة أشوف ولادك قبل ما أموت. ما تسيبش كل ده يأثر عليك. القاعدة واحدة، مفيش خلفة غير بعد على الأقل سنة إن ما كانش سنتين من الجواز. لما بقى نيجي نتكلم على طاعة الزوج وتيجي تقول لها انت فاهمة طبعا ان انا الراجل، هتلاقيها لعبت معاك لعبة كده تقولك طبعا انت الراجل وطاعة الزوج والرجال قوامون، بس كل حاجة بالتفاهم، ما انت اكيد يعني مش هتجبرني على كل حاجة. فسعادتك عشان في فترة الخطوبة والحب وهق ومق وعايز تبان ان انت مش ديكتاتور ومتفاهم وبتاع، فتقول لها طبعا مش هجبرك على حاجة وكله بالتفاهم. انت لو قلت الكلمة دي تبقى لا مؤاخذة حمار. ليه؟ علشان انت لو قبلت بالتفاهم ما بقاش في حاجة اسمها طاعة، ما هي يا طاعة يا تفاهم. الطاعة دي يعني في حد بيقول امر والتاني بينفذ الامر ده، تمام؟ تفاهم لا، خلاص بقى بقينا ند الند ومفيش حاجة هتمشي غير لما احنا الاتنين نوافق عليها، ولو في حد فينا معترض الحاجة دي مش هتمشي. فلا، انت مأمورة بطاعة الزوج، طاعة الزوج مش التفاهم مع الزوج. لا، الطاعة يعني انا لما اقول انت تنفذي، التفاهم ده يبقى بمزاجي، انا اللي اختار امتى انا محتاج رأيك وامتى نتفاهم وامتى ممكن يبقى فيه اخذ ورد وامتى انا اقول لك لا نفذي تنفذي. خلي بالك انت لو وافقت ان مفيش اي حاجة بتتم الا بالتفاهم ولما توافقوا عليها انتوا الاتنين، يبقى انت اتنازلت بالكامل عن حقك في الطاعة. ما تزعلش لما تلاقي ان ملكش كلمة ولا قيمة في بيتك. اللعبة اللي بعدها من ألاعيب الستات وانا حاططها بعد لعبة الطاعة تحديدا، علشان عادة دي بتطلع اول لما انت تيجي تتكلم في موضوع طاعة الزوج، لعبة استخدام الدين والشيوخ. احنا للأسف دلوقتي في زمن ربنا وحده اللي عالم بيه، بقى فيه كل انواع الناس اللي بيدعوا ان هم مشايخ وبيطلعوا فتاوي الله اعلم بيها جاية منين. فبالتالي هي بتبقى حافظة عندها لينكات وفيديوهات وحاجات مجهزاها للمواقف اللي زي كده، فانت تقول لها الطاعة معناها ان انت تسمعي كلامي، تروح مطلعه لك كام فيديو هي حافظاهم عندها علشان تبين لك ان لا، ده القوامة دي معناها ان انت تراعيها وتنفق عليها بس يعني مفيش حاجة اسمها طاعة اصلا بقى. فلا تروح مخبيه لك الكلام ده ورا كلام الشيوخ، لا بص ده هم اللي بيقولوا ان القوامة معناها ان انت تراعيني وتصرف عليا، لكن ما حدش جاب سيرة الطاعة دي بقى خالص. فسيبك من الكلام الفارغ ده، وسيبك موضوع الاستشهاد بالدين والشيوخ بتوع النسوان، لان هم كتروا قوي الايام دي اللي بيحاولوا ياخدوا متابعين على قد ما يقدروا من النسوان، مفيش اكتر منهم. فكك من الكلام ده، الصح صح والغلط غلط والموضوع واضح وضوح الشمس. طاعة الزوج ما فيهاش كلام، وما فيش حد يقدر يقول ان الست مش ملزمة بطاعة جوزها، الست ملزمة بطاعة جوزها ومفهوم الطاعة واضح. وبلاش بقى يطلع الكلام المتخلف اللي هو يعني هو لو قال لي انط من فوق جبل هنط ولا بتاع، بلاش كلام متخلف. طاعة مفهومها واضح وضوح الشمس. انا كراجل شغال في مكان ليا مدير، انا واجب عليا طاعته، مش عشان هو احسن مني ولا عشان انا اقل منه، لكن عشان ده مكانه وده مكاني. هو مكانه يقول وانا مكاني انفذ. كل مكان في الدنيا ليه قائد، الشركة ليها مدير، الجيش ليه قائد، الدولة ليها رئيس. الموضوع ماشي كده، هو مجرد تسلسل قيادي. ولما ربنا ادى القوامة للرجالة، كل الستات للأسف في الوطن العربي حافظين آية القوامة غلط. تقول لك الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، لا ماشي، ما هياش كده يا ماما. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا.
في الأول بما فضل الله به بعضهم على بعض. تفضيل الرجل في القوامة جه علشان ربنا اداله الأدوات المناسبة للدور ده علشان يبقى معاه القوامة. ربنا ادى للست أدوات تانية لدور تاني بتقوم بيه. ما تدخليش انت في الدور اللي مالكيش فيه وتسيبي الدور الأساسي بتاعك. اللعبة اللي بعد كده هي لعبة التتويه وقت الخناق. ترجع من الشغل تلاقيها حرقت الأكل. ايه انت حرقتي الأكل ليه؟ أصل أمك بتكرهني. ايه مالك؟ في ايه علاقة ده بده؟ وتحاول بقى تتوه لك أصل أمك مش عارف امبارح قالت لي كلمة فأنا من امبارح عمالة بفكر فيها فتهت عن الأكل فراح الأكل اتحرق، وهي تلاقيها أصلا كانت نايمة ونسيت إن كان في أكل على النار. التتويه وقت المشاكل. طب ايه الهدف من التتويه ده؟ ان هي تلاقي عذر بدل ما تقول ان هي غلطانة وتعتذر. كتير قوي من الستات والبنات عندهم عقدة غريبة من ان هم لما يكونوا غلطانين يعتذروا، لا يتوهوا ويجيبوا لك موضوع من الشرق وموضوع من الغرب ويشقلبوا لك الدنيا، ومفيش مانع من شوية كذب على شوية تغيير للحقائق على شوية عياط على شوية اي حاجة. المهم ما تقولش ان هي غلطانة وتعتذر. عندهم الموضوع ده كبير جدا. وانا بالنسبة لي كشخص سمي وموتي حد يبقى غلطان ورافض ان هو يعتذر وعمال بيحور، سواء راجل او ست. اي حد راجل او ست غلطان واجب عليه يقف ويعتذر. هيحور من حقك ان انت تاخد اي عقوبة انت عايزها. الاعتراف بالحق والاعتذار افضل من اي حاجة وافضل وسيلة لحل اي خلاف. ده لدرجة ان بعض الستات بدأوا يطلعوا مقولة ان الستات ما بيعتذروش. لا يا بابا، لا يا بابا، اي انسان محترم راجل او ست لازم لو غلط يعتذر، ولو ما اعتذرش فهو انسان مش محترم او انسانة مش محترمة واهلها ما عرفوش يربوها. اللعبة اللي بعدها من ألعاب الستات هي لعبة عدم الرضا، ودي أكتر حاجة ميالة شوية للشخصية النرجسية. بتلاقي إن في واحدة طول الوقت عمالة بتشتكي، أنت ما بتعمليش، أنت ما بتجيبليش، أنت اللي أنت عملته ده ما عجبنيش، أنا كنت عايزة حاجة تانية. بير مخروم، أنت عمال بتدي وبتدي وبتدي وهي مش عاجبها العجب. خلي بالك الهدف من الطريقة دي من التعامل ان انت تفضل طول الوقت عمال بتجري حوالين نفسك وحاسس ان انت مقصر وان هي مش راضية، مش ان انت فعلا مقصر. فخلي بالك من الموضوع ده، لان الموضوع ده من اخطر ما يمكن ومن اكتر الحاجات اللي بتدمر الراجل نفسيا وجسديا من كتر ما هو عمال بيجري حوالين نفسه عشان يرضيها وهي ما وراهاش حاجة غير الشكوى وعدم الرضا. اللعبة اللي بعدها لعبة مسك الأخطاء. يعني إيه؟ زي ما قلنا قبل كده، هي وقت ما هي بتغلط بتقعد تحور وتدور وترمي لك كلمة في الشرق وكلمة في الغرب وتغير الموضوع وأي حاجة عشان أنت ما تمسكش عليها غلطة. طب لما أنت تغلط بقى، لا تعالى نتحاسب، ده أنت غلطت والغلط يتسجل ويتثبت ويوصل لناس تانية ويتباعت لناس، ومفيش مانع ينزل على النت في بوست بشكل مستخبي علشان تجرسك شوية وتبين قد إيه إن أنت غلطان. ومفيش مانع من سكرينات تتاخد من تليفونك سواء بعلمك او من غير علمك، ومفيش مانع من مكالمات تتسجل لك سواء بعلمك او بدون علمك. اهم حاجة ان يتمسك عليك اكبر عدد ممكن من الغلطات، لان ده السلاح اللي هي بتمسكك بيه من رقبتك بعد كده علشان في اي موقف تقعد تعدلك، ده انت غلطت في كذا وكذا 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 وكذا. وايا كان اللي انت غلطت فيه ما بيتسامحش عليه وما بيتنسيش ولو مر عليه 10 سنين. ايا كان اللي انت بتعمله وغلط اتمثل عليك ده بيتسجل وبيتكتب، وفي نوتات بتتعامل وفي ملفات بتتحط على الكمبيوتر بيتسجل فيها الوقت والتاريخ وبتتحفظ فيها الأدلة عشان تطلع الحاجات دي وقت اللزوم مهما عدى عليها سنين. إياك تنسى النقطة دي. لعبة تغيير المود.
طول الوقت يا اما زعلانه وقلبه وشها، يا اما كل كام يوم تديلك شويه بقى حب وحنيه ودلع علشان تعرفك ان عندها الامكانيه دي. طيب ليه؟ علشان طول ما هي زعلانه ومش عاجبها العجب وانت عمال بتحاول ان انت ترضيها، تبقى في عندك هدف ان انت توصل لشويه السعاده الصغيرين اللي هي بتديهم لك مره في الاسبوع ولا مره في الشهر والله الله اعلم مره في السنه. فتغيير المود ممكن يفضل شغال معاك زي ما انت عايز، وممكن يتم بشكل حاد جدا، ان هي مرة عادية ومرة زعلانة جدا ومرة فرحانة جدا. تغيير المود الهدف منه ان انت تفضل قاعد على اعصابك، وتفضل هدفك ان انت توصل لشوية السعادة الصغيرين اللي بتديهم لك كل فترة، فتفضل عمال بتجري ورا نفسك. فخلي بالك انا مش بتكلم على تغيير المود الطبيعي، خلي بالك انا مش بتكلم على تغيير المود الطبيعي عند الستات طبيعي مودها بيتغير في اثناء الحمل والولاده وفي اثناء الدوره الشهريه، ده شيء عادي. انا بتكلم على واحده مودها ممكن يتغير في اليوم 3-4 مرات وبشكل حاد جدا، من الغضب والصريخ وتكسير الحاجه للعياط وبعدين للفرح، كل الكلام ده في كام ساعه وبشكل يومي. الكلام ده لو حصل مع حد ممكن يكون بيمر بيوم مش لطيف او حصل ظرف طارئ، لا انا بتكلم على واحده مودها بالشكل ده وعماله بتتقلب كل شويه من غضب لحزن لعياط لصريخ لفرح، كل ده في نفس اليوم لمده كام سنه، 5 سنين 10 سنين، التقليب ما بيوقفش. من اكتر الحاجات المرهقه نفسيا على الاطلاق المعيشه مع حد بالشكل ده. اياك تعيش مع حد بالشكل ده، هتدمرك. لعبة فلوسك هي فلوسي والبيت ده بيتنا، إياك تقبل بيها على الرغم من إن هي تبان إن هي رومانسية. إياك تقبل بيها. فلوسك هي فلوسك، أنت اللي اشتغلت وتعبت وشقيت وبتصرف من فلوسك دي عليها. مفيش حاجة اسمها فلوسنا، مفيش حاجة اسمها إن أنت تديها مرتبك، خليك راجل وانشف. اسمها فلوسك مش فلوسنا، وأنت ملزم إن أنت تنفق عليها. لكن فلوسنا لا، بيتنا لا، ده بيتك انت اللي شاريه، انت اللي بتدفع ايجاره، ده بيتك، ده بيتها هي عشان هي ساكنه فيه. لكن لما تيجي هي تتكلم تبقى فاهمه كويس جدا ان ده بيتك، دي فلوسك. لكن موضوع اصل هي فلوسنا وبيتنا وتتعامل مع كل ممتلكاتك وحياتك على ان هي بتاعتها، لا، احذر من النقطه دي. فلوسك بتاعتك والبيت ده بيتك. وخلي بالك من احد علامات الموضوع ده من البداية بتلاقي ان هي اللي عايزة تختار العفش والديكور بالكامل لوحدها، ورافضة ان انت تتدخل او يكون ليك رأي نهائي. كل ما انت تيجي تتدخل تقولك لا ده بيتي وانا اللي افرشه. بيتك ايه؟ مش انا اللي جايبه. انت اللي جايبه بس انا اللي هقعد فيه معظم اليوم، انت هتروح الشغل وانا هقعد فيه اكتر منك، فبالتالي انت مالكش رأي، انت ما تقولش ولا كلمة، انت تحط جزمة في بقك وتسكت. اياك تقبل بان ده يتقال. ده بيتك وده عفشك، وانت من حقك يكون ليك رأي. انا مش بقول ان انت لازم يكون ليك رأي غصب عنك. انت لو شخص مالكش في الديكور ومالكش في العفش ومالكش في اي حاجة، ولو اتدخلت هتبوظ الدنيا، بلاش احسن. لكن لو ان انت انسان صاحب ذوق وليك رأي وعايز ان انت تصمم بيتك بشكل معين مناسب ليك ومريح ليك، اياك تتنازل واياك تقبل بكلمة لا ده بيتي وانا هقعد فيه اكتر منك فانت تتكتم. لا، اياك تقبل بيها. عندك رأي لازم تقوله وتصر عليه وتنفذه، ده بيتك. من احد الالعاب بقى اللذيذة اللي بتتلعب من الستات والبنات وقت لما بييجوا يتجوزوا علشان تضغط عليك وقت الجواز، تجيب لها حاجات خارج مقدرتك، تقولك ايه؟ لعبة انت لازم تعيشني في نفس المستوى اللي ابويا معيشني فيه. نعم يا روح خالتك، انا اللي لسه متخرج امبارح ولسه بادي شغل النهارده، واللي معايا يا دوب مكفيني وبالعافيه بضغط على نفسي عشان اتنيل اتجوزك. هتجيبي امكانياتي انا زي امكانيات ابوكي اللي شغال بقاله 30-40 سنه وكون نفسه وجهز عياله وخلص حياته؟ انت بتفكري ازاي؟ ده غباء، ده تخلف. مفيش حاجه اسمها ان انا لازم اعيشك في نفس مستوى ابوكي. اتجوزي واحد في سن ابوكي، لكن مفيش حاجه اسمها الكلام ده.
انا راجل لسه ببتدي حياتي، ما ينفعش يكون عندي امكانيات ابوكي اللي بينهي حياته. والله دي امكانياتي، عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك مع الف سلامة. برضو من احد الالعاب اللذيذة اللي بتتعمل لعبة قول لي اسرارك. هو ده عادي بقى، ده احنا بنحب بعض، احنا روح واحدة وعقل واحد وكل حاجة واحدة، فلازم بقى تقول لي اسرارك. قول لي اسرارك ومشاكلك ومخاوفك وتجاربك اللي مريت بيها من وانت صغير، وكل البلاوي السوداء اللي انت عملتها، وايا كان اللي انت هتقوله لها او وعدك هيتم استخدامه ضدك بعدين بشكل او باخر. اياك تقع في اللقطة دي، ما تقولهاش حاجة ممكن تتمسك ضدك بعدين. الستات ما بتنساش في الحاجات دي، خلي بالك. ومش بتقولك الحاجات دي علشان تخفف عنك ولا علشان يهمها ان انت تفضفض ولا صحتك النفسية. صحتك النفسية اخر حاجة تهم النوعية دي من الستات. فما تبقاش مغفل واصحى لنفسك. عايز تصارحها مفيش مشكلة، بس صارحها بالحاجات اللي ما تتمسكش ضدك. عايز تفضفض مفيش مشكلة، بس فضفض بالحاجات اللي ما تتمسكش ضدك. وخلي بالك ان النقطة دي فيها فرق مهم جدا بين الراجل والست. اياك تفتكر ان الست زيك في كل حاجة، لا، انت كائن مختلف عنها تماما. انت غريزتك كراجل لما بتشوف ست ضعيفة او بيظهر عليها احد علامات الضعف بتقولك انت لازم تحمي الست دي، لازم تحافظ عليها. الست بغريزتها لما بتشوف راجل ضعيف او بتظهر عليه احد علامات الضعف بتقول لها ابعدي عن الراجل ده باسرع وقت ممكن، لان الراجل ده مش هيقدر يحميكي. مش بقول ان ده تفكيرهم، بقول ان دي غريزتهم وبتأثر عليهم مهما كان تفكيرهم ايه. خلي بالك من النقطة دي. لما بتظهر عليك اي علامة من علامات الضعف، الست ان ما كانتش هي هتستغلها ضدك فعلى الاقل انت بتسقط من نظرها كراجل. ان لم يكن فكريا فعلى الاقل غريزيا بتحس ان انت ما تقدرش ان انت تحميها، او ان مشاعرك بتسيطر عليك، او ان انت في عندك مشاكل نفسية انت ما عرفتش تحلها. اللعبة اللي بعد كده بقى لعبة أمن لي مستقبلي واكتب لي كذا باسمي. اصلا انا مش حاسة بالامان. وانتي ما بيحسسكيش بالامان غير الفلوس، مش كده؟ اياك تقبل باي حاجة من النوعية دي. مفيش حاجة اسمها اصلي مش حاسة بالامان فاكتب لي حاجة باسمي. اياك حاجتك هي ممتلكاتك وباسمك. انت عايز تديها حاجة هدية من عندك، انت ربنا غنيك من فضله وعايز تديها حاجة سواء ارض، عربية، شقة، تديها هدية من عندك، منك انت الاقتراح والفكرة منك انت، مش بطلب منها، مفيش مشكلة. لكن هي اللي تقولك انا عايزك تكتب لي كذا، ياك تقبلها، ودي اكبر علامة على شخصية من جواها مش كويس. اللعبة اللي بعد كده خطيرة جدا، لعبة افتعال المشاكل مع أنظمة الدعم الخاصة بيك. أنظمة الدعم اللي هي ايه؟ أمك، أختك، أخوك، أصحابك اللي قريبين ليك. افتعال مشاكل تقطع صلتك بالناس دي علشان ما يبقاش في حد في حياتك غيرها. الموضوع ده مهم جدا وخطير جدا جدا لأكتر من سبب. ان هي لما بتعمل كده هي بتبقى فاهمة ان دول الناس اللي انت بترجع لهم علشان يا اما يدعموك نفسيا، يا اما عشان تفضفض لهم، يا اما علشان يدولك النصيحة. هي مش عايزة اي حاجة من الثلاث حاجات دول تحصل لك. هي عايزة تتملكك بالكامل وما يبقاش في حياتك غيرها سجن وهي السجان اللي ماسكهولك. فكرة ان هي تعزلك تماما عن انظمة الدعم اللي بتدعمك في حياتك من اخطر الحاجات اللي بتحصل، واللي ممكن المرأة النرجسية تعملها فيك. ما تسمحش ان الحاجة دي تحصل على الاطلاق. في مشاكل ما بين الناس بتحصل مفيش مشكلة، المشكلة ممكن تحصل ما بين زوجتك وامك او العكس، او اختك وزوجتك برضو مفيش مشكلة، المشاكل بتتحل. لكن ان انت تقبل ان هي تقولك انك تقطع الصلة خالص او تبدأ تقلل من الزيارات للناس دي لغاية لما تنتهي، ما تسمحش ان ده
يحصل. انت لو انعزلت عن انظمة الدعم اللي بتثبتك، انت هتبقى في الاخر مملوك ليها وهتقدر تلعب بيك زي ما هي عايزة، وده تحديدا غرضها من اللي هي بتعمله. لعبة انا هفضل معاك على الحلوة والمرة. الله الله، شفت الكلام الشاعري الرومانسي الجميل اللي ما بيحصلش في اغلب الاحيان؟ كلمة جميلة كده بتتقال في بداية اي علاقة، انا هفضل معاك على الحلوة والمرة ومهما حصل مستحيل اسيبك. كلام الجميل ده، لكن الواقع اللي بيحصل ان انت وقت ما ظروفك تتغير، فلنفترض ان انت كان معاك فلوس وراحت، او تعرضت لاي خسارة او ازمة صحية او مش دايما الكلام ده بيتحقق. خليني احكي لك موقف حصل مع شخص تواصل معايا مؤخرا على التيك توك. الراجل ده بلغني ان هو من بعد جوازه بسنتين اكتشف ان هو للأسف ما بيقدرش يخلف، ربنا ما عطلوش الامكانية ان هو يقدر ينجب، وخيرها انت لو عايزة تطلقي يا بنت الناس نتفارق بالمعروف وتاخدي كل حقوقك كاملة ومش هظلمك، وربنا يسهل لك مع حد تاني ويرزقك ان شاء الله الذرية الصالحة. طبعا الكلام اللي اتقال ساعتها، لا طبعا انا هفضل معاك والكلام ده ما يفرقش معايا وانا بحبك ومتعلقة بيك ومتمسكة بيك والخ الخ الخ. اللي حصل بعدها بكام سنة لما سنها ابتدى يكبر، قربت من سن اليأس وبدأت تعرف ان فرصها في ان هي تخلف هتنتهي تماما سواء معاه او مع غيره، بدأت تقلب حياته لجحيم، خناق، اهانات، شتايم، معايرة بالعيب الخلقي اللي هو ملهوش يد فيه، معايرة بان هي احسن منه، ان هي كان عندها امكانية ان هي تخلف، وان هي اختارته غلط، وان هي غلطت لما كملت معاه وكان عندها الامكانية تتجوز غيره. كل الكلام ده هو بيتعرض له وهو ساكت، علشان للأسف هو اضطر ان هو يكمل. لما كلمني انا حملت جزء من الغلط، قلت له من البداية انت كان المفروض ان انت تختار الاختيار اللي انتوا الاتنين مش عايزينه. قال لي ازاي؟ قلت له انت من ساعة لما اكتشفت الموضوع ده انت ما كنتش حابب انك تسيبها صح؟ قال لي اه. قلت له وانت لما سألتها قالت لك ان هي مش حابة ان هي تسيبك صح؟ قال لي اه. قلت له انت كان المفروض في الحالة دي ان انت تختار ان انت تسيبها لمصلحتها، على الرغم من ان مشاعركم انتوا الاتنين بتقول لكم حاجة تانية. علشان كده بقول الراجل لازم دايما يتحكم في مشاعره ويحكم بعقله مش بقلبه. العقل بيقول ان دي بنت صغيرة مستقبلها لسه قدامها، هتحتاج ان هي تخلف في وقت من الاوقات بغض النظر عن الكلام اللي هي بتقوله، لان الستات عموما ولا بيتحاسبوا على وعود وعدوها ولا بيلتزموا بحاجات وعدوا بيها، وكل الكلام ده كلام بيتقال على حسب المشاعر والهرمونات ماشية ازاي دلوقتي، والمشاعر والهرمونات دي بتتغير طول الوقت. السبب التاني هو المظاهر، ان هي مش عايزة تبان قصاد نفسها وقصاد الناس ان هي الانسانة اللي تخلت عنه وقت لما هو اكتشف ان هو في عنده مشكلة. المظاهر بتفرق معاهم كتير قوي. كان الصح ان هو يطلقها في ساعتها ويديها حقوقها ويسيبها تعيش حياتها ويختار انسانة مناسبة ليه، ظروفها زي ظروفه او قابلة بظروفه من الاول. ففكرة ان هنفضل مع بعض على الحلوة والمرة ده كلام بيتقال بس، لكن الواقع غير كده تماما في اغلب الاحيان. وده يجيبنا بقى للعبة اللي بعدها، لعبة انا صبرت معاك. لما حد ينجح، لما راجل ينجح ويوصل ويبقى غني، او على الاقل يعدي فترة من جوازه سنين، 5 سنين، 10 سنين، الكلمة اللي بتتقال دايما على لسان الستات في الحالة دي، انا صبرت معاك الفترة دي كلها، انا صبرت معاك لما ظروفك ما كانتش كويسة، انا صبرت معاك واستحملت لما كذا 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 كذا. وده حقيقي احيانا، بس في احيان تانية بتبقى هي اللي كانت منغصة عليه عيشته. صبرتي معاه ايه ده؟ انت ما كنتيش بتفوتي يوم غير لما تسبي للي خلفوه واحد واحد. يا ماما ده كان بيخاف يرجع بيته علشان مش طايق يبص في خلقتك، يا اما كان بيبات عند حد من اصحابه، يا اما احيانا لما ما فيش حد من اصحابه بيبقى فاضي كان بيبات في عربيته. والله اعرف ناس شخصيا كانوا بيباتوا في عربياتهم من كتر ما هم قرفانين مش طايقين يروحوا بيوتهم من الشيطان اللي قاعد لهم في البيت.
قال لك انا استحملت معاه. استحملتي ايه؟ ده انت كنت قلب حياته جحيم. ده يمكن لو انت ما كنتيش موجودة معاه كان وصل للنجاح اللي هو وصل له ده قبلها ب10 سنين، يمكن كان وصل لنجاح اعلى بكتير جدا من اللي هو وصل له. مش معنى ان انت ما اتطلقتيش لحد دلوقتي او ان انت كملتي لغاية لما هو نجح ان انت كنت صابرة معاه. لا، احيانا كنت بتبقي قلب حياته جحيم وعبارة عن تقل ووزن عمال بيشده لتحت، وهو بدل ما هو بيحارب ظروفه بس وبيحارب الدنيا، عمال بيحارب ظروفه والدنيا وبيحاربك علشان خاطر يعرف يكمل ويوصل للهدف اللي هو عايز يوصل له. هو ما نجحش عشان انت معاه، هو نجح برغم ان انت معاه. في فرق كبير قوي. قال لك انا صبرت معاه. مش كل واحدة بتقول انا صبرت معاه بتبقى صبرت معاه فعلا. لعبة هو انت ما بتثقش فيا، طبعا كلمة دي بتتقال كتير جدا لما يبقى واحدة عايزة تعمل حاجة هي غلط وهي عارفة انها غلط وانت عارف انها غلط، بس هي بتعمل لك حاجة اسمها جلت تريب او فخ الاحساس بالذنب. يبقى واحدة ليها اصحاب ولاد وانت قايل لها مفيش حاجة عندي اسمها اصحاب ولاد ولا تعرفيهم ولا تخرجي معاهم، تيجي خارجة معاهم غصب عنك وتقول لك انا خارجة معاهم، تقول لها ما احنا اتفقنا مفيش حاجة اسمها الكلام ده، تقول لك ايه ده؟ هو انت ما بتثقش فيا؟ هو انت فاكر ان انا هعمل ايه معاهم؟ هو انت كذا 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 كذا، وتبدأ تحسسك بالذنب وكأن اللي بيحصل ده غلط عندك انت. تتقلب الآية، لا اللي بيحصل ده غلط منها هي وانت قايل لها من الاول ان ده ما يحصلش. طبعا الكلام انا مش بتكلم على الخروج مع الشباب بس، انا بتكلم على اي حاجة تتضمن كلمة ان هي تقول لك اصل انت ما بتثقش فيا. لا، الثقة حاجة ومسألة ان انت تقول على حاجة معينة ان هي لازم تحصل او لازم ما تحصلش دي قصة تانية. ما تسمحش للجلت تريب او لفخ الشعور بالذنب ان هو يتم استخدامه ضدك سواء في السياق ده او في اي سياق تاني. يعني انا عايز اتكلم عموما على فكرة الفخ الشعور بالذنب، تبقى هي بتعمل حاجة غلط ولما انت تعترض على الموضوع ده تروح قلبلك الآية بفخ الشعور بالذنب اللي هو انت عايز تحرمني، انت ما بتثقش فيا، ايا كانت التهمة اللي هترميها لك علشان تبدأ انت تدافع عن نفسك بدل ما هي اللي مفروض تدافع عن نفسها في الموقف الغلط اللي هي فيه. نيجي بقى للألعاب اللي ليها علاقة شوية بموضوع الغيرة، وخلي بالك قوي من دي لان دي اخطر حاجة. من الحاجات اللي بتعجب اي ست في جوزها وقت الفرح المجهود اللي هو بيبذله على نفسه علشان يبان كويس جدا وقت الفرح. مفيش حد في وقت فرحه الا وعمل فورمه واهتم بنفسه وخس حبتين وعمل السكس باكس وظبط نفسه تظبيطه جميله جدا وهي بتفرح بيه قوي وقت الفرح. طيب ليه الرجاله بيقولوا الجواز بيتخن وكل واحد بعد ما يتجوز من هنا كرشه يضرب قصاده مترين؟ لا، الجواز ما بيتخنش. اللي بيحصل ان هي عشان شافت نظرات الستات التانيين ليك بدأت تغير عليك حبتين. انا هحكي لك قصة من شخص اعرفه شخصيا، واحد انا تربطني بيه صلة قرابة، ما ينفعش ان انا اقول اسمه في الفيديو، بس واحد تربطني بيه صلة قرابة وحصل معاه الموقف ده زي ما هحكيهولك بالظبط. بعد لما اتجوز فضل وزنه يزيد 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 لغاية لما وصل ل 170 كيلو، عدى ال 170 كيلو. انت متخيل يعني ايه 170 كيلو؟ كتير جدا، على الرغم من ان هو قبل الجواز كان فورمة، كان وحش، كان بطل، كان محافظ على نفسه، كان بينزل جيم، كان رهيب. ايه اللي حصل؟ كان في يوم قاعد في الشغل وبيتكلم مع زمايله بيقول لهم والله انا زهقت من نفسي وكل ما احاول ان انا اعمل رجيم الرجيم يبوظ ومش عارف اخس ومش عارف ايه. فلقى واحدة من زميلاته بتضحك، فبيقول لها انت بتضحكي على ايه؟ فقالت له انت فاكر ان انت مش عارف تخس علشان انت اللي بتبوظ الرجيم؟ فقال لها اه. قالت له طب بص انا هقول لك على تجربة كده جربها في بيتك وتعالى قول لي ايه اللي حصل. عايزك تروح النهاردة واول لما تروح تقول لمراتك انا من النهاردة هبدأ ان انا
اخسس نفسي وهبقى على رجيم قاسي جدا وما يتعمليليش غير اكل صحي من هنا ورايح. تمام؟ وشوف ال3 ايام اللي بعدها الاكل اللي هيتعمل لك هيبقى شكله ايه. روح البيت وعمل الكلام ده وخلاص يا جماعه من النهارده رجيم قاسي وعايز اكل كويس، ما بلاش العك. تمام؟ ال3 ايام اللي بعدها اتعمل له مكرونه بالبشاميل محشي فته. فرجع وقال لها صح عندك حق، طب هي ليه بتعمل كده؟ قالت له احنا كستات لما بنبقى عارفين ان جوزنا او جوازنا لما بيهتموا بنفسهم بيبقى شكلهم حلو قوي ازاي، كل لما يحاول ان هو يخس ولا يحافظ على نفسه ولا يظبط اكله بنبوظ له الرجيم ده عن قصد عشان ما يظبطش نفسه والستات التانيين ما يبصلوش. انت متخيل ان بعض الستات عندهم الامكانيه ان هم يبوظوا لك صحتك ويجيبوا لك كوليسترول ويجيبوا لك ارتفاع ضغط الدم ويجيبوا لك مشاكل في القلب. ليه؟ علشان غيرانين عليك ومش عايزين واحده تانية تبص لك، تموتك لكن واحده تانية تبص لك لا. فحافظ على نفسك كويس قوي وحافظ على صحتك، ولو لقيت الموضوع بالشكل ده افصل انت اكلك عنهم تماما واطبخ انت اكلك او هات لنفسك اكل من بره وعرفها ان انت فاهم الكلام ده. الموضوع بيوصل كمان لموضوع نزول الجيم. انت عايز تنزل الجيم وخلاص قلت انا الساعة 6 هنزل الجيم، الساعة 5 أو 5:30 تلاقيها لابسالك لانجيري من أحلى ما يمكن وعمالة بتدلع وبتتمسح فيك عشان سعادتك دماغك تروح منك وتروح عامل اللي اسمه ايه. وطبعا طالما عملت كده فانت مستحيل تنزل للجيم، خلاص الباور اللي عندك راح في 60 داهية ومفيش نزول جيم. ويفضل الكلام ده مرة على التانية، كل ما انت تكون ناوي تنزل الجيم تفضل هي تتدلع عليك عشان انت تعمل كده علشان ما تنزلش وعشان ما تظبطش جسمك وعلشان ما تعملش فورمه. نفس الكلام من الألاعيب اللي بيعملوها الستات وقت ما واحدة منهم تحس بغيرة شوية زيادة على جوزها وشك في ان هو ممكن يكون يعرف واحدة تانية ولا بيكلم واحدة تانية، بيقولوا لبعض قصقصي ريشه او افقريه، او اخواننا في الخليج بيقولوا لبعض طفريه. بالمناسبة الكلام ده بيحصل في الخليج وبيحصل في كل الدول العربية، ما تفتكروش ان ده عندنا في مصر بس، بيحصل في كل حتة. فطبعا احنا كرجالة بنسمع كلمة قصقصي ريشه دي ما بنفهمش يعني ايه هتقصقص ريشه، يعني هتعمل ايه. بعض الناس او بعض الرجالة بيبقوا فاكرين ان ده بيبقى مثلا في صورة ان هي تطلب منك طلبات زيادة، وده حقيقي. تقول لك مثلا انا مش عارف عايزة لبس زيادة، عايزة كذا زيادة، هات لي هدية، اطلب لي بيرة بقى، ايا كان حاجة هتطلبها منك، وده حقيقي وبيحصل. بس مش دي الحاجة الوحيدة اللي بتتعمل. من الحاجات اللي بتتعمل علشان يتقصقص ريش سعادتك تلاقي فيه حاجات كتيرة قوي بتبوظ في البيت ورا بعض. تلاجة باظت، الغسالة باظت، التكييف باظ، التلفزيون باظ، وكله ورا بعضه وبمعدل غريب. انا مش بقولك ان انت لو في حاجة باظت في بيتك ما تصلحهاش، بس لما تلاقي كل حاجة في بيتك عمالة بتبوظ، ما انت سعادتك في الشغل وهي في البيت طول النهار وبتاخد تعليمات من النت بتدور ازاي تبوظ الحاجات دي علشان تبان ان هي باظت لوحدها مش ان هي اللي مبوظاها عن عمد. ادي اول وسيلة بيتقصقص بيها ريشك، ان انت عمال بتصرف وبتقع قد كده على تصليح الحاجات اللي في البيت بما فيها الحنفيات والسباكة بالمناسبة، لغاية الخلاط، الكيتشن ماشين، اي حاجة انت ممكن تتخيلها بيتعمل فيها الكلام ده علشان خاطر يتقصقص ريشك. طيب بس كده؟ لا مش بس كده، تبقى جايب احتياجات البيت لأسبوع كامل وبعد يومين تلاقي الحاجة خلصت، تقول لك احنا محتاجين ننزل نجيب حاجات تاني، انت والعيال بسم الله ما شاء الله خلصتوا الاكل كله. اللي بيحصل سعادتك ان الحاجة اللي انت بتجيبها بتترمي في الزبالة وانت مش موجود، بعد ما يكون اتعمل لك منها شوية ليك انت والعيال علشان تبان ان الحاجة دي اتعملت وانت شفتها موجودة قدامك يوم ولا يومين وتقول لك الحاجة دي خلصت. شقاك وتعبك ومجهودك بيتحط في اكياس وبيترمي في الزبالة بعيد عنك، مش الزبالة بتاعت البيت عشان ما تقفشهاش، بره تحت في اي صندوق ولا في اي مقلب عشان انت ما تقفشهوش.
الكلام ده بيحصل علشان خاطر سعادتك الخضار بتاع الاسبوع اللي انت كنت بتجيبه المفروض يكفي اسبوع كامل، يكفي يا دوب يومين 3. بيبقى انت في الشهر بدل ما كنت بتنزل 4 مرات في 4 اسابيع بقت تنزل 7 و8 مرات علشان تكفي البيت، وبالتالي ده بيجيب اخرك من ناحية موضوع المصاريف. كل ده علشان الهانم غيرانة عليك وخايفة ان انت تتجوز عليها، فبالتالي تروح فقراك وجايبة أجلك وجايباك الأرض علشان خاطر ما يبقاش معاك فلوس. وخلي بالك غيرتها عليك من ان انت تتجوز عليها مش شرط يكون بأي أفعال منك أو ان انت اللي قلت لها ان انت هتتجوز عليها، لا، ببساطة ممكن تكون حلم ان انت اتجوزت عليها، شافت بوست على النت شككها ان جوزها ممكن يكون بيخونها ولا هيتجوز عليها، وبالتالي عملت الكلام ده فيك. مش شرط يكون الموضوع منك انت اطلاقا. وخلي بالك ان الموضوع ده بيخدم برضو في نقطة ان انت ما انتش قادر تكفي البيت، وبالتالي فانت مقصر وانت عمال بتجري ورا نفسك عشان ترضيها، وهي عمالة تشتكي ان انت مش مكفي البيت ومش مكفي طلباتها، والخ هي دايرة بتغذي بعض. آخر لعبة من ألاعيب الستات هتكلم عنها في الحلقة دي هي لعبة إضعاف الرجولة، ودي برضو بتكون نتيجة الغيرة اللي حاصلة من إن هي شاكة إن أنت تعرف واحدة تانية ولا ما تجوز عليها. طبعا أنت علشان تتجوز واحدة تانية لازم تكون قادر ماديا وجسديا. ماديا قلنا عليها وهتقصقص ريشك وهتفقرك. طيب جسديا، الستات عارفين ان هما لو حطوا زيت معين بيتجاب من العطار في الاكل ملهوش طعم ولا ريحة، ده بيعتبر مثبط جنسي بيقلل من امكانياتك تماما للصفر. تيجي تنام معاها في السرير تلاقي نفسك زي اختها الصغيرة، لا مؤاخذة. هي ممكن تعمل فيك كده فعلا؟ ممكن تعمل فيك كده فعلا علشان تكسر عينك، عشان لما تيجي تتكلم وتقول انا عايز اتجوز تاني ولا اعرف واحده تانيه تقول لك مش لما تكفيني الاول. واللي ما بيعملوش كده ومن اللي بيفكروا نفس التفكير ده اقل حاجه بتقدر ان هي تمنع نفسها عن ان هي توصل لنشوه الجماع. الستات عندهم تحكم في الموضوع ده اكتر مننا احنا كرجاله بكتير جدا. انت كراجل شبه ما عندكش قدره ان انت تسيطر على نفسك من انك تمنع نفسك من ان انت توصل لنشوة الجماع على الاطلاق، لكن الست عندها كنترول اعلى منك الى حد كبير. فاللي بيحصل ان انت تفضل معاها في السرير وهي منع نفسها تماما من ان هي توصل للنقطة دي، علشان في الاخر انت تتعب وهي تبص لك تعبت، انا لسه ومرة على التانية يبقى برضو كسر عينك نفس الكسرة اللي هو انت لا مؤاخذة مش راجل. الكلام ده مش بس علشان احيانا بتبقى غيرانة عليك ولا خايفة ان انت تتجوز واحدة تانية، لا، احيانا كتير بيتعمل علشان تكسر عينك في العموم، لمجرد ان انت تبقى شايف نفسك قصادها ان انت مش راجل، وبالتالي بما ان انت مش راجل في السرير فبتضطر تقدم تنازلات في حاجات تانية. لما هي تطلب حاجة تنفذها لها، عايزة كذا هتعملها لها، لان ببساطة لما هتيجي تقول لها لا مش هعمل، هتقول لك انت جاي تعمل عليا راجل هنا، ما شفتش رجولتك دي جوه ليه؟ وبكده نبقى خلصنا حلقة ألاعيب الستات. آسف جدا إذا كان الكلام اللي أنا قلته صدم أي حد، بس أنا بحاول إن أنا أوعي الناس. ودول 29 لعبة اللي بعض الستات بيلعبوها على الرجالة. لو إن أنت عندك اللعبة رقم 30 حصلت معاك أو شفتها بعينك وحابب تقولها لي في الكومنتات، بحيث ان هي ما تكونش متضمنة في اي حاجة انا قلتها من 29 لعبة دول، قولها في الكومنتات. وفعلا لو لقيت ان الكلام ده صحيح انا هعمل ليه حلقة مخصوص باسمك. بعض الستات ما عندهمش اي صفات من النوعية دي خالص، بعضهم عندهم بعضها وبعضهم عندهم كلها. ساعدني ان الفيديو ده ينتشر على اوسع نطاق، لان كمية الشباب والرجالة اللي بيضحك عليهم يتبهدلوا في حياتهم وبيتم التحكم فيهم في بيوتهم وبيتم الغاء رجولتهم تماما اكتر مما انت ممكن تتخيل، وانواع الضغط النفسي اللي بيتعرضوا لها فوق ما انت ممكن تتصور. الفيديو ده انا عامله موسوعة للرجالة علشان يعرفوا هم بيضحك عليهم ازاي، لان احنا كرجالة الحمد لله زي ما انت عارف على الله حكايتنا ملناش في اي حاجة من الكلام ده على الاطلاق. فبس خليك صاحي،
واعرف نوعية الإنسان اللي أنت بترتبط بيها أو بتتجوزها. سلام.